طبعا انتوا فاكرين ان الموضوع كله مميزات وجميل وايجابي، بس خليكم معايا للاخر عشان اقول لكم برضو شويه عيوب. النهارده اليوم السابع والاخير من تحدي صلاه الفجر. حبيت النهارده ان انا اصور لكم مش لقطات من يومي زي ما كان بيحصل في الست ايام اللي فاتوا، لا انا حبيت اقول لكم مميزات وعيوب التجربه ككل، وهقول لكم في الاخر انا ناوي اعمل ايه. الميزه الاولى انك بتتعود تنام بدري، وده بيديك جوده نوم اعلى حتى لو جسمك تعبان، فانت بعد كده بتريكفر بسرعه وما بتحسش بالتعب ده خالص. الميزه الثانيه ان 6 ساعات نوم تقريبا بيبقوا ابرك من 10 ساعات نوم تنامهم ويومك مقلوب. والميزه الثالثه بقى ان بدايه يومك من بدري ده بيخليك تحس ببركه وبوقت اطول وبعدد ساعات اطول في اليوم انت ما بتعرفش هو بيجي منين. رابع نقطه ودي كانت سحريه بالنسبه لي، ان انا بقى عندي وقت للرياضه او للقرايه من غير زحمه اليوم، ومش متزنق في وسط حاجتين ورا بعض. لا انا بقيت قادر اصحى والعب رياضه او اقرا او اعمل حاجه كان نفسي اعملها بعيده عن زحمه اليوم. الميزه الخامسه ان انا بقيت بعرف اقفل موبايلي وقت ما باجي انام، اظبط منبهي، اصحى انا بادئ بدري سابق بخطوه، مش صاحي على كارثه في رساله ولا مكالمه لحد بيلهوجني. فبدات احس يعني ايه سلو مورنينج، يعني ايه ان انت تسلو داون يومك وتبداه بهدوء من الصبح، ودي بتخليك دايما سابق بخطوه. وسادس حاجه بتقدر تعمل تو دو ليست واضحه وهاديه، بعيدا عن الاد هوكس اللي بتجيلك والاسترس اللي بيجيلك من كل اتجاه. الحاجه السابعه وهي الكرياتيفيتي، ودي حاجه غريبه شويه، ان انا بدات الاحظ ان الافكار اللي بتجيلي الصبح كرياتيف اكتر بكتير من الافكار اللي كانت بتجيلي بالليل اخر اليوم. الحاجه الثامنه ودي مش هيحسها غير اللي جربها، انك بتحس ان الكام ساعه بتوع الصبح ينفع تعمل فيهم حاجات اهم بكتير من الكام ساعه بتوع بالليل. دايما الكام ساعه بتوع بالليل دول كانوا بيتزنقوا عندي في حته السكرولينج والسوشيال ميديا وان انا قاعد بتفرج. الصبح بتحس انك مستحرم انك تضيع الساعتين دول في انك تقعد على السوشيال ميديا او تعمل حاجه ملهاش لازمه، فبتلاقي نفسك بتروح انك تعمل حاجات كويسه. تاسع نقطة بقى، انت بتتكسف على دمك وانت قاعد في وسط اليوم انك ما تصليش، او لو انت قاعد في مكان والمسجد قريب بتلاقي نفسك عايز تروح المسجد وحاسس من جواك طب ما انا نزلت صليت الفجر، طب ما انزل اصلي العصر او العشاء او المغرب. الموضوع بيبقى دينيا بقى بيديك حتة كده انت كنت محتاجها. عاشر واخر نقطة، بناء على كل ما سبق بتلاقي نفسك عندك انتاجية اعلى في شغلك، في التمرين لو انت بتتمرن، في بيتك لو انت بتتعامل مع اسره او مع اب وام او مع زوجه واولاد او حتى مع زمايلك، وبتحس ان انت طلعت النسخه الاحسن ليك بعاده صغيره جدا، انك صحيت بدري وبقيت تنزل تصلي الفجر وتبدا يومك من بعدها. تعالوا بقى اقول لكم العيوب، وحاشا لله ان دي تبقى عيوب في صلاه الفجر، ولكنها عيوب فيا وفي حياتي بدات تبان مع اللايف ستايل ده. اول حاجه فيهم انا انسان ليلي، انا انسان بحب السهر، انا انسان ببدا حياه او ما بعرفش انهي يومي الساعه 10 الصبح. ففكره انك تقول لي نام بدري دي بالذات كانت فكره بالنسبه لي صعبه جدا. فلحد النهارده انا بصحى اصلي الفجر او اصحى ابدا يومي بدري، بس بخش انام متاخر، مش عارف انام بدري، فبقيت بقلل عدد ساعات نومي، وده بقى بيحسسني بتعب ومتهيألي ان على مدار الاوقات اللي جايه النوم في الوقت ده فيه بركه، بس انا هتعب. النقطه الثانيه بقى ليها علاقه بشغلي. انا شغلي في بعض الاحيان بيضطرني ان انا افضل صاحي المتاخر، فبرضو برجع لنفس النقطه الاولى، هضطر اسهر واصحى بدري. ففي المجمل حاسس ان انا مش عارف اقلب يومي. فين صحابي؟ مش عارف اخرج معاهم. صحابي بيبداوا يعملوا بلاننج للخروج الساعه 11 بالليل بعد ما يكونوا خلصوا وقعدوا مع اهلهم وبيوتهم وانجزوا حياتهم، فنازلين يقعدوا ساعتين 3 مع بعض. انا مش عارف اعمل ده. وحل العيوب دي كان يجي بحاجه واحده بس، القيلوله. بس مع شغلي ومع اللي بعمله ما ينفعش اسيب شغلي واروح اقيل ساعه وارجع، فبضطر ان انا الحم يومي في بعضه. في المجمل مقارنه المميزات الكتير بالعيوب الخاصه بيا اللي ممكن انا اقدر هندلها، يقول لي ان انا فعلا عملت حاجه كان نفسي من سنين ان انا اعملها. ان شاء الله ادعوا لي ان انا اكملها عاده، ما تبقاش 7 ايام ولا 30 يوم وبعدين نقفل الموضوع على كده، لا يبقى لايف ستايل عام. والتحدي الجاي بقى ان شاء الله انا عايزكم انتوا اللي تقولوا لي ايه الحاجه اللي انا اعملها. اختاروا كده حاجه عايزين تجربوا فيا وانا معاكم، مستني كومنتاتكم بالتحدي الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.